قبل ما نبدأ قصتنا ما تنسوش تصلوا على النبي وتشتركوا في القناة بتاعتنا علشان يوصل لكم كل جديد. فيلمنا بيبدأ ببنت بنشوفها من الإزاز الأمامي اللي في العربية، ولكن وشها مش ظاهر بسبب المطر الشديد. وبعد كده بنسمع إن في أغنية اشتغلت في العربية، وبتفضل الأغنية شغالة، وبيظهر لنا فرانك وهو قاعد في بيته منعزل عن المدينة وسرحان مع الأغنية، وبيطلع من جيبه إزازة وبيفضل يبص عليها. فبيقطع تفكيره صوت عاصفة قوية، وبيقوم يبص من الشباك، فبيقول لنفسه إن العاصفة المرة دي أقوى بكتير. وفجأة بيسمع صوت حد بيخبط على الباب وبيطلب منه فرانك إن هو يمشي، لكن اللي بيخبط بيكون مصر وبيخبط بصوت أعلى. فبيضطر فرانك يفتح الباب، وبيتفاجئ ببنت اسمها سارة وبتترعش من البرد وهدومها كلها مليانة مية. فبيديها الفوطة وبيسألها ازاي جت هنا، فبتعرفه إن هي جاية زيارة للمدينة وعربيتها عطلت في مكان قريب من هنا بسبب العاصفة. وبيسمح لها فرانك إن هي تدخل، وبيروح يحضر ليها حاجة سخنة تشربها، وبيسألها عن المكان اللي موجود فيه العربية بتاعتها لأن الطرق كلها مقفولة بسبب العاصفة. فبترد عليه سارة وبتقوله إن عربيتها عند الشاطئ، وفجأة لقت الجو بيمطر مطر شديد، ففضلت تجري لحد ما جت المكان ده. فبيستغرب فرانك من كلامها جدا، ولكنه ما بيعلقش، وبيعمل الشاي بتاعه وبيقدمه ليها. فبتشكره وبتقوله إن مفيش داعي، بس هي محتاجة التليفون علشان تكلم حد يجي ياخدها. وبيتأسف لها فرانك وبيبلغها إن التليفون عطلان بسبب العاصفة، وبتسأله لو مفيش حل تاني غير إنه يوصلها بعربيته وهي هتديله أي مبلغ يطلبه. وبيعرفها فرانك إن العربية بتاعته مش شغالة ومحتاجة إنها تتصلح. فبتقلق سارة منه جدا، وعلشان فرانك يطمنها ويخليها تهدى بيقوم ياخد الشاي اللي رفضت تشربه وبيشربه هو، وبيطلع من جيبه عملات معدنية وبيقول لها إن في كشك تليفونات بعيد شوية عن المكان ده، وأول ما تهدى العاصفة هياخدها لهناك وتتكلم منه. فبتطمن سارة شوية وبتقول له أنت عايش في المكان ده من إمتى؟ فبيرد عليها وبيقول لها إن ده حصل من وقت ما فقد الوظيفة بتاعته علشان كان محتاج لمكان رخيص شوية، وإنه أول ما جه المكان حب الهدوء اللي فيه. فبتقوم سارة تتفرج على البيت وبتلاحظ وجود سلسلة وساعة، فبتقول له إنها حاسة إن الحاجات دي مش غريبة عليها وإنها شافتها قبل كده، لكن هو بيرد عليها وبيقول لها إن الحاجات دي خاصة بيه. وبتسأله سارة إذا كان متجوز ولا لأ، لكن فرانك بيرفض إنه يقول لها وبيغير الكلام وبيقول إن الجو ساقعة، وبيطلب منها إنها تدخل تاخد دش دافي وتطلع تحط حاجتها جنب الدفاية وهتنشف بسرعة. وفعلا بتدخل سارة الحمام وبتاخد دش، وهي في الحمام بتتخيل إن في دم بينزل من دماغها وبتتخض سارة جدا. فبيجي فرانك يطمن عليها، فبتقول له إنها كويسة، وبيسيب لها فرانك هدوم على أكرة الباب. وأول ما بتخلص سارة وتخرج من الحمام بتلاقي فرانك بيحضر لها شوربة وبتشكره سارة، وبتسأله إنه الهدوم دي بتاعت مراته ولا مين، فبيرد عليها فرانك وبيقول لها إنه مش متجوز. وبتستغرب سارة بعد ما شافت السلسلة والهدوم. وبعد ما بيخلص فرانك الشوربة بيطلع الإزازة اللي كان سرحان فيها في أول الفيلم، وبيخلص وبيروح يدي الشوربة لسارة، وبتشكره سارة وبتقول له إن هم هيروحوا لكشك التليفونات علشان تعمل المكالمة. فبيقول لها إن هي ممكن تخرج في أي وقت، لكن هو مش هيخرج غير لما العاصفة تهدى، وبينصحها إن هي تستنى شوية علشان أكيد كل الطرق مقفولة ومش هتقدر توصل لهناك. وبيسمع صوت حد بره وبيقول لها إذا كانت قايلة لحد إنها هنا ولا لأ، فبتقول له إن مفيش حد يعرف إنها هنا. فبيروح فرانك يشوف مين، وبتستغل سارة انشغاله وبتدلق الشوربة في الجزمة اللي جنبها. وبيرجع فرانك وبيقول لها إن دول أطفال دايما بيزعجوه بيخبطوا على الباب ويجروا، وبترجع له سارة طبق الشوربة فاضي. وبيقول لها فرانك إنه يتمنى إن الشوربة تكون عجبتها، وبيروح المطبخ علشان يودي الطبق فاضي. وبنلاقي فجأة إن النور قطع، فبيطمن فرانك سارة وبيقول لها إن ده طبيعي بيحصل لما بيكون في عاصفة، وإنه ممكن يكون في شجرة وقعت على أي كابل من كابلات الكهرباء وده اللي خلى الكهرباء تقطع، بس هو عنده مولد كهرباء احتياطي وإنها ممكن تيجي معاه علشان يشغلوه. فبتروح معاه سارة وبتفتح له الكشاف علشان يشوفوا المولد، وبتشوف سارة شنطة عدة وبيكون فيها شاكوش وبيكون عليه آثار دم. ولما بتبص كويس تاني ما بتلاقيش حاجة، وبتلاحظ إن في خربشة على الصندوق. وفرانك بيطلب منها إن هي توجه الكشاف ناحيته، فبنلاقي النور بيرجع، وبيقول لها إن هو متعود على المواقف اللي زي دي علشان كده اشترى مولد احتياطي. وبتلاحظ سارة إن فرانك اتعور، فبتروح تشوف حاجة تطهر له الجرح. وأول ما بتفتح دولاب الأدوية بتلاقي علبة فيها حلق، وبتلاحظ إن الحلق ده بتاعها، وبترجع تسأله إذا كانت وقعت الحلق في أي مكان وهو شاله. بيتوتر شوية فرانك وبيقول لها إن الحلق ده مش بتاعها، فبتتوتر سارة هي كمان وبتقول له إنها عاوزة تمشي دلوقتي. وبيقول لها إن هو ما منعش إن هي تمشي وممكن تمشي في أي وقت، وبتقول له إن هو قافل الباب بالمفتاح. فبيقول لها إن ده حصل بدون قصده، وبينصحها للمرة التانية إنها تستنى لحد ما العاصفة تهدى شوية، لكن هي بتفضل تعيط وبتطلع. ولما طلعت في الوقت ده لقت العاصفة قوية جدا، فبترجع للبيت تاني. وبيقول لها فرانك
فرانك ان هما ممكن يلعبوا اي لعبة لحد ما العاصفة تهدى شوية وهو بنفسه هيوصلها لهناك. وبتضطر سارة انها تقعد وبيحضر مشروب، وبيقول لها ان هما هيلعبوا لعبة الكوتشينة واللي تجيله الورقة الغلط يجي يقول سر في حياته او يعترف بكذبة هو كذبها. وبتوافق سارة انها تلعب. بيبدأوا لعب واول ورقة بتيجي غلط وبتكون من نصيب فرانك، وبيعترف لها فرانك ان هو لما عمل الشاي ما كانش حاطط فيه حاجة، وعارف كمان انها كبت الشوربة في الحذاء بتاعه، وانه لو عاوز يأذيها كان اذاها اول ما دخلت البيت بتاعه. وبرغم من كده هو مبسوط ان بعد فترة طويلة لقى حد يتكلم معاه ويونسه في وحدته. وبيأكد لها ان المشروب اللي جابه ليها كان ازازة مقفولة، لانه عارف انها ما كلتش ولا شربت حاجة من بدري، وقال لها انها لو رفضت تشربه هيحترم رغبتها، لكن مش فاهم هي خايفة منه ليه برغم انه بيساعدها. فبتبتسم سارة وبتقول له انها مش خايفة من حاجة وهتشرب المشروب. تاني مرة بنلاقي ان الورقة جات من نصيب سارة، وبيسألها فرانك انها ليه كذبت عليه وقالت له ان عربيتها جنب الشاطئ لان الشاطئ بيبعد عن البيت مسافة كبيرة. فبتعترف له سارة ان هي مفيش عربية عند الشاطئ، وانها جت في المكان ده هي وصاحبتها علشان اختها وصاحبتها اختفت، ولقت ان العاصفة فجأة اشتدت ولقت نفسها قدام البيت. وبتيجي الورقة عند فرانك مرة تانية، وبيعترف لها فرانك ان هو كان متجوز واول ما اتعرف على مراته في السوبر ماركت وكانت سكرانة، والعامل وقتها كان رافض يبيع لها كيس شيبسي لان ما كانش معاها اي فلوس، وهو شاف الموقف ده واشترى ليها شيبسي وحاجة ساقعة، وبدأوا انهم يتعرفوا على بعض وقضوا الليلة كلها مع بعض وحبوا بعض واتجوزوا، لكنها ماتت بسبب جرعة زيادة من المخدرات. وانه هو لحد دلوقتي مش متخيل انها اتخلت عنه وسابته، وكان دايما بيفضل يدور عليها لحد ما بقى مش مركز في شغله واتطرد منه. فبتتأثر سارة بالكلام اللي قاله وبتحاول تواسيه، وبتلاحظ سارة وجود احمر شفايف على الكاس اللي بتشرب فيه وكمان على الازازة. وفي الوقت ده بيسمع فرانك صوت حد بيخبط جامد على الباب، فبيطلع يشوف في ايه، وبتسمع سارة صوت التليفون بيرن، وده بيخليها تقلق اكتر لان فرانك كان قايل ليها ان التليفون مش شغال. وبتسمع صوت عربيته بره، وكمان بتشوف نور الكشافات بتاعها، وبتقلق سارة وبتجري علشان تستخبى، وبتتفاجئ بوجود جثة، وجنب الجثة بنلاقي كيس شيبسي. وبتفتكر سارة ان هو اتعرف على مراته وهو بيشتري ليها كيس شيبسي من السوبر ماركت، وبتحاول سارة انها تهرب وتشوف مكان تخرج منه، وبتلاحظ ان في فتحة ازاز في السقف، فبتدور على حاجة تكسر بيها الازاز علشان تخرج منه، فبتلاقي الشاكوش اللي كانت شايفة عليه اثار دم، ولما بتجيبه بتتفاجئ ان الشاكوش لسه بينقط دم، فبتروح علشان تشوف الجثة، وبتتصدم لما بتشوف صاحبتها اللي كانت معاها اختفت وهي الجثة. وبتسمع صوت بيقرب من على الباب، فبتجري علشان تقفل الباب بالمفتاح قبل ما يرجع فرانك، فبتلاقي ان فرانك واقف وراها، فبيمسكها وبيشدها وبيربط ايدها ورجلها. فبتسأله هو ليه بيعمل كده، وبيقول لها فرانك ان مراته كانت بتحب تشرب مخدرات اكتر منه علشان كده ماتت وسابته، وقرر ان هو ينتقم من كل واحدة بيشوفها بتسكر وبتشرب مخدرات، وكان دايما بيختار البنات اللي بتكون سكرانة وبيستدرجها لحد ما بتروح معاه البيت وبيقتلها. وبتسأله سارة ان هو ليه قتل صاحبتها، فبيرد وبيقول لها ان هو لما استدرك صاحبتها كانت شاربة وركبت معاه العربية، وانها كانت واقفة قدام العربية وبصت من ازاز العربية وشافته، لكن ما لاحظتش ان صاحبتها هي اللي جنبها بسبب ان العاصفة كانت شغالة. وكمان اعترف لها ان كل الستات اللي جم معاه الشقة يستاهلوا الموت، لان هم دايما كانوا سكرانين وبيستهزئوا بيه من كل الكلام اللي بيقولوا، وكانوا دايما شايفين نفسهم ان هم الافضل، وده بسبب المشروب اللي كانوا بيحطوا ليهم واللي كان السبب في موت مراته، وعلشان كده بنلاقيه دايما محتفظ بيه في جيبه. وبتحس سارة انها دايخة وبتقول له ايه اللي حطه في المشروب ده، فبيقول لها ان 5 مللي من ده بيخليك تحس بالدوار، و3 منه بتخلي العضلات تتوقف عن العمل، و6 مللي منه ده كفيل انه يموت اي بني ادم في 20 دقيقة بس. فبتستعطفه سارة وبتطلب منه يفكها، وبعد كده بيفكها فرانك وبيبلغها انها هتموت في خلال 10 دقايق قبل ما تروح لاي مكان لان الطرق كلها مقفلة. وبتحاول سارة انها تستعطفه في الكلام لحد ما بتمسك سكين وبتحاول انها تطعنه، لكن ما بتقدرش تعمل اي حاجة لان مفعول المشروب مأثر عليها. وبعدها بيقول لها فرانك ان البنت الاولى اللي قتلها مش فاكر شكلها، وكل اللي بيفتكروا ان كان عندها وشم بين ضلوعها، وان من الصعب ان الشخص ينسى حاجات صغيرة زي دي. وبعد شوية بنلاقي ان البنت خلاص ماتت، وبيحط فرانك قطعة قماش على وشها، وبيلاحظ فرانك انه نفس الوشم اللي كان موجود على اول بنت قتلها، وبيظهر ان البنت دي هي نفس البنت الاولى اللي قتلها. كل اللي بيحصل ده وفرانك واقف هيتجنن من اللي بيحصل ده. وفجأة بتقوم سارة بعد ما كانت ميتة وتطلب من فرانك المساعدة، وبتطلب منه نفس الطلب اللي قالته لما جت البيت. وبيخاف فرانك من كل ده، وبيخرج فرانك من الأوضة وجسمه كله متغطي بالدم ويطلع على الصالة. أول ما بيطلع بيلاقي كل الجثث اللي هو قتلها مالية الصالة، وبيسمعهم وهم بيضحكوا، وبتحاول توقفه وتمنعه
ان هو يخرج، وهو بيكون مش قادر يتحرك في وسطهم وبيقعد يصرخ من الخوف. وفي لحظة بنلاقي كل شيء ساكن وهادي، ومرة واحدة بيظهر حاجة مظلمة بتشده للغرفة، ولما بيطلع بيكون جسمه كله مليان بالدم. وبنشوف ان فرانك محاط من كل الضحايا اللي موتهم، وكل ضحية على وشها قطعة قماش، لان لما كان بيقتلهم كان بيحط على وشهم قطعة قماش. فبيحاول فرانك ان هو يعدي، لكن ما بيقدرش ان هو يخرج من البيت. وبيسمع فرانك صوت صفارات الانذار ونباح الكلاب وعربيات الشرطة محاصرة المكان اللي هو فيه، وبتخبط على الباب جامد، وبيكون منزعج جدا من الصوت ده لكنه ما بيفتحش الباب. وبيحاول ان هو يوصل للباب لكن الجثث بتقف في طريقه، وبيحاول ان هو يعدي من جنبهم لكنه ما بيقدرش. وبعدها بتيجي سارة وبتقف قدامه مرة تانية وعلى رقبتها سلسلة وماسكة المشروب اللي كان مع فرانك، واجبرته انه يشرب من المشروب ده زي ما كان بيعمل مع جميع الضحايا. فبيمسك فرانك الازازة وبيبص ليها وبيغمض عينه، ولما بيفتح عينه مرة تانية بنشوف فرانك وهو قاعد على الكرسي، والبيت كله هادي ووشه ما فيهوش اي اثار للجروح او الدم. وبيسمع صوت خبط على الباب وبيقوم يفتح الباب بهدوء، وبيشوف الاطفال اللي بيضايقوه بيقعدوا يخبطوا على الباب وهم بيلعبوا بعيد عن البيت، والجو ما فيهوش لا عواصف ولا مطر ولا اي حاجه. وبعدين حط ايده في جيبه وطلع ازازه من جيبه كانت فاضيه ما فيهاش حاجه. بعد كده بنعرف ان كل اللي بيحصل ده مجرد تخيلات، وانه هو اتخلص من الضحيه الاولى ومن كل الجثث اللي كانت موجوده في البيت. وبالرغم من انه قاتل متسلسل الا ان شعوره بالذنب كان قوي جدا، كان عاوز يمنع نفسه من القتل وقدر يمنع نفسه من انه يبطل العاده دي. فضل يحاول لسنين انه يمنع نفسه ويتغير الا انه فشل انه يوقف نفسه نهائيا، وقتل البنت اللي جت تطلب منه شويه بطاطس في محطه البنزين، وقعد يزعق ويقول انتم جايين ليه تطلبوا المساعده. وبعد كده رجع يحس بضميره ويندم على اللي عمله بسبب ان البنت الاولى رجعت تظهر له تاني، وقعد يسال نفسه ويصرخ ويقول لحد امتى هفضل كده. فضل يستنى ان الشرطه تيجي وتقبض عليه او انه ياخد عقابه الا ان مفيش حاجه حصلت من كل ده. وبعد كده مسك المشروب وضاف عليه الجرعات وشربها ودخل عربيته، وفضل يضحك ويتعذب زي الناس اللي قتلها لحد ما روحه طلعت ومات. بالرغم من ان فرانك هو قاتل متسلسل ومجرم الا ان الناس بتتعاطف معاه، وده لان هو عايش لوحده في بيت منعزل ووحيد بسبب ذكرى مراته اللي بيحبها لحد دلوقتي. لو الفيديو عجبك اعمل لايك واشترك في القناه علشان يظهر لك كل جديد. سلام.